السلام عليكم يا حلوين، كيفكم؟ إن شاء الله تكون تمام. رجعت لكم اليوم بقصة جديدة وإن شاء الله تعجبكم. قبل لا نبدأ بالقصة اشتركوا بالقناة، فعلوا التنبيهات، حطوا لايك على هذه القصة إذا أعجبتكم طبعا، ورأيكم في التعليقات يهمني. وبس خلونا نبدأ بقصة اليوم. عمركم سمعتوا على الضحايا اللي يكونون على وشك الموت وينفذون بجلدهم باللحظة الأخيرة، إما بسبب الحظ اللي ابتسم لهم بالنهاية أو بقدرة قادر نجوا قبل تزهق أرواحهم وتفيض للسماء؟ يتعدد المجرمين والمختلين عقليا وحتى المهووسين بالقتل وسفك الدماء والاغتصاب وغيرهم، والضحية واحدة. عدد جرائم القتل حول العالم في ازدياد بشكل يومي، لدرجة إنها تنتج رقم في خلال أسبوع تفوق أرقام الخسائر اللي انتجتها بعض الحروب. إيه نعم، لهذه الدرجة وأكثر. الإحصائيات اللي ذكرتها لكم واللي كنت على وشك أكون من ضمن أعداد هالموتى لولا لطف الله فيني. مو عارف أبدأ قصتي اللي ترددت لأكثر من مرة أقولها أو حتى أكتبها لأسباب رح تعرفونها وقت ما تسمعوني لنهاية القصة. فتحت عيوني على صوت زخات المطر أول ما ضربت سقف بيت المصنوع من الخشب، مثل كل البيوت المتواجدة بمدينة فيلادلفيا بأمريكا الشمالية. وزي ما تعودت خصوصا بهذه الفترة المتقلبة الأجواء بحجة أن الشتاء أوشك يحل، رفعت اللحاف الدافي من على جسمي، وقبل أنزل رجولي للأرض حسيت بنسمة هواء باردة اخترقت عظامي. طاحت عيوني على النافذة اللي نسيتها مفتوحة العصر بعد ما رجعت من يوم منهك قضيته بعملي في قسم جريدة نيويورك تايمز الصحفية. وزي ما تعرفون إن الراحة والموظف الصحفي خطان نادر ما يتلاقون، نطيت بتثاقل للشباك وقفلتها بعد ما أخذت نظرة للخارج، وكان الجو بديع والمطر ينزل بغزارة. سحبت جوالي وكانت الساعة تشير ل9 بالليل، لكن ارتحت وقتها لما تذكرت إنه عندي إجازة لمدة 3 أيام بعد المجهود المضاعف اللي قدمته آخر كم يوم، وقت ما كنت ملازم مكتبي أجهز وأحلل خبر مهم راح ينزل على التلفزيون والجرايد الفترة الجاية. مشيت لناحية آلة القهوة وشغلتها، ومن ثم توجهت للمدفأة وكلها ثواني معدودة توسط كنبة الصالة وبيدي كوب القهوة لما بدأ جسمي يدفأ تدريجيا. أخذت أتأمل المدفأة والجو العليل برا، وبحكم إن الجو هادئ والأمطار توقفت قررت أهرول بالحي وأكمل التمارين الرياضية واللي هي متنفسي الوحيد من بين كل أعمالي الكثيفة. وفعلا توجهت لغرفتي، أخذت شاور ولبست ملابس الرياضية ومن ثم طلعت من البيت. سحبت نفس عميق ونظيف، آخ يا زين ريحة الأكسجين بعد المطر. قفلت أزرار الجاكيت وبعدها بكم دقيقة زدت بسرعتي وبديت أركض، وخلال كم مربع سكني هديت من رتم سرعتي بعد ما أرسلت ساعتي إشعار بأن وقت الرياضة انتهى. رجعت بخطوات لورا ورجعت للبيت، رفعت ساعتي للمرة الثانية على رنين المنبه وهو يشير إلى اقتراب التوقيت لمنتصف الليل. وأثناء تأملي بجمال الحي والأشجار من حولي وهدوء الليل ونسمة الهواء الباردة، التفت لأحد البيوت المتواجدة على يميني. تصميمها خطف أنظاري، ومن جهة نظري يعتبر من أجمل البيوت الموجودة بالمنطقة هذه. وعلى غير العادة تجرأت وتقدمت كم خطوة لداخل أرضية البيت، وهذا الشيء بأمريكا يعتبر من المحظورات وتعدي على الممتلكات الخاصة، ويحق لصاحب البيت إنه يقتلك أو يسوي لك أي مصيبة أنت بغنى عنها. ما قدرت أقاوم جمال أحد الشجيرات الملاصقة للبيت، كانت متوزعة ومغطية المحيط ومسببة رونق وشكل جميل جدا للمكان. ولحظة ما قربت على عتبة ذاك البيت حسيت إني تهورت وما لي حق أتقدم أكثر من كذا، بس كان الوضع هدوء وما في مخلوق يذكر بالشارع أو حتى بداخل البيت، وعشان كذا كنت ماخذ راحتي على الآخر. وقبل أرجع للخلف وأغادر المكان لمحت شاشة التلفزيون المتواجدة بنص البيت اشتغلت فجأة. اعتدلت وصرت أتأمل اللون الموحد الخارج منها، نظرة دورانية بمحاولة مني وفضول أشوف من المالك لهالبيت. وفعلا كلها ثواني تحرك من قدام التلفزيون وكان معطيني ظهره وما بانت ملامح لي أبدا.
رفع جهاز التحكم وضغط أحد أزراره لما اشتغلت قناة تعرض فيلم ما كان مألوف لي ولا أذكر إني شفته، وللأمانة ما يوحي بالمرة إنه فيلم، وأعتقد مقطع تصور بجوال عادي. كان يظهر فيه طاولة كبيرة يتوسطها مصباح أبيض مسلط ناحية الكاميرا، وورا الطاولة بالضبط كرسي خشبي صغير. بعد كم ثانية انعرض مشهد ثاني لأحد الأشخاص وهو يسحب بنت ما قدرت أحدد شكلها أو عمرها بحجة إنها كانت مشلولة الحركة بسبب الأربطة اللي مغطية رجولها ويدينها وحتى عيونها، والمصيبة إنها كانت تبكي وتحاول تتحرك وتهرب، واللي فهمته إنها مو حاسة بالأمان أو حتى مغصوبة على كل هذا. وبعد كم ثانية اشتغل مشهد ثاني لأحد الأشخاص ظهر من خلفها ويمشي لما صار وراها بالضبط، ومن ثم حط يده على شعرها بحركة دورانية وهي تبكي وتنوح، ومن ثم يطلع سكين متوسط الحجم بيده الثاني ويحطها على رقبتها، ثم يبدأ موت. الدم صار يتناثر بكل مكان وزاوية، وهو ما زال مستمر بهالشي اللي يسويه دون رحمة، لما تأكد إنها فارقت الحياة للحظة ما توقفت عن الحركة، ومن ثم مسح الآثار من على السكينة بملابسها ومشى ناحية الكاميرا. ووضحت لي ملامحه رجل بعمر 30 تقريبا، أسمر البشرة، وكل مكان بوجهه مرسوم وشوم لأشكال غريبة تتضمن عقارب وثعابين وحتى كلب. ومن ثم توقف الفيديو لين هنا. بلعت ريقي بتوتر وعدم تصديق، يا الله وش هالكارثة اللي شفتها، هل هذا حقيقي ولا تمثيل؟ مو قادر أستوعب. رجعت خطوتين عشوائية وبلحظتها تعرقلت ساقي وطحت على الأرض. اشتغل نظام الحماية الحساس من حركتي وصدر منه صوت تنبيه مزعج. الصوت كان عالي وفجأة التفت صاحب البيت وطاحت عيني بعينه. قمت من مكاني وركضت بأقصى سرعة وأنا ألتفت كل شوي للبيت وأدعي بداخل إنه ما شافني ولا قدر يميزني. وعند عتبة البيت هديت عشان ألتقط أنفاسي اللي صارت تطلع بصعوبة كبيرة من أثر المجهود اللي بذلته. ولا زال ذاك الفيديو يدور قدامي، والمصيبة إنه صاحب البيت وقت ما طالع للخلف كان هو نفس الشخص المتواجد بالفيديو المعروض. غمضت عيوني ودخلت، ومن ثم ركضت ناحية غرفتي بالدور العلوي وصرت أراقب المكان والحي من الشباك، وكل خوف ورعب إن ذاك الشخص القاتل شاف وجهي أو حتى لحقني لين هنا وعرف مكاني، وإني كنت أتسلط عليه وأراقبه. ضربت راسي مرات متتالية وأنا أردد وش هالمصيبة اللي طحت فيها، وش هالمقطع المرعب اللي شفته. أتمنى إنه ما شاف وجهي ولا تعرف علي. آخ منك ومن فضولك وحب استطلاعك اللي بيوديك ورا الشمس. استمريت أراقب الحي لين ما طلع النهار وأنا على نفس جلستي بدون حركة واحدة، وأول ما ارتفعت الشمس تطمنت ورميت جسمي على الفراش ونمت. بعد يومين كاملة عشت فيها مرعوب وأوسوس من كل حاجة حصلت لي، لكن الأوضاع عقدت وما قمت أشهد ولا شيء معاكس، ورجعت الحياة طبيعية. حاولت أنسى الفيديو والرجال وحتى البيت وموقع، وحرمت أمر من نفس المكان مرة ثانية خالص. فتحت عيوني بعد ما حاولت أطرد كل الأفكار السوداوية من داخلي. الوقت تأخر وأوشك منتصف الليل يحل، وبكرة بيكون أول يوم دوام بعد البريك الخفيف اللي أخذته، وانقضى كله هم وتفكير بالشيء اللي واجهته من يومين. طلعت من الكوفي المتواجد بمسافة 10 دقائق مشي عن بيتي، ورجعت للبيت بالضبط لأجل أنام وأتجهز لدوامي وأرجع لروتيني الجميل واللي تعودت عليه. وقدام الباب بالضبط سحبت كومة المفاتيح بارتباك وبدأت أجرب المفاتيح المتشابهة. ضربت على راسي وذكرت لازم تحط علامة تساعدك تعرف كل المفاتيح، يا الله، ومو كل مرة تقعد تحوس فيهم كذا. وبلحظة صوت خطوات صادرة من ورايا. التفت بعشوائية والخوف يعتلي كل منطقة بجسمي، وكان عامل النظافة اللي لاحظ ارتباكي وقلقي من لما شفته لين ما طاحت المفاتيح على الأرض.
تأفأفت وصرت أجرب كل المفاتيح لين ما ضبط واحد منهم ودخلت البيت، وأثناء ما رميت كل أغراضي على الطاولة باغتتني ضربة من الخلف أجبرتني أصطدم بالباب بكل قوتي. طحت على الأرض وكنت على وشك أفقد وعي. جسمي بدأ يألمني وأعتقد إن عظامي الأمامية التحمت مع الخلفية. رافعني ذاك الجسم الغريب اللي مستواه وقرب وجهه لي وصار يتأملني وأنفاسه تصفق بوجهي. فتحت عيوني بثقل كبير، حاولت أشوف مين هو، لكن أحد الوشوم المتواجدة على جبهته أجبرتني أسترجع ذكريات وجهه المألوف. سحب من جيبه سكين وصار يمررها على كل جزء بوجهي لما نزل لناحية رقبتي وغرزها شوي. مو قادر أتحرك أو حتى أدافع عن نفسي وابعد بسبب هيئته الجسمانية الضخمة. تركني بشكل مفاجئ مما اضطريت أرتمي على الأرض بحركة سريعة، ونزل لمستواي وقال هذا مجرد تحذير بسيط بسبب تعديك على ممتلكاتي الخاصة. المرة الجاية راح أعلق جثتك وأوثقها بفيديو يتفرجونه آلاف الناس المتعطشة إنها تشوف جثث تترنح وتتعذب قدامهم. بلعت ريقي والتزمت أسكت ولا أنطق بحرف واحد لما بدأ يكسر كل شيء صادفه بطريقة، وبعدها غادر البيت وتركني بمكاني أصارع الأكسجين اللي بدأت أفقده تدريجيا. صوت الألم ارتفع مما أرغمني أقوم من مكاني. مررت يدي على عيوني لأجل الشمس ما تعميني. قمت بكسل شديد ومشيت للشباك وقفلته. نظرة سريعة على الفوضى الكبيرة من حولي. أول شيء سويته رفعت جوالي، اتصلت على عملي وذكرت لهم إني ما بجي اليوم بوسط حالتي هذه. أوصلت قفل الباب ومن ثم انعاد شريط ليلة أمس كله أمامي. أيقنت وقتها إن هالشخص ممكن يكون قاتل متسلسل أو حتى سفاح أو رجل عصابة، وكل الطرق تؤدي إنه مو ناوي على خير، وإن ربي نجاني أمس قبل لا أكون أحد هالضحايا اللي يعرضهم على شاشة التلفزيون. وقررت أنقل قصتي لكم مع إني بفتح على نفسي باب ثاني جاهل تماما وش مخبي وراه. كل اللي سويته إني كتبته وأرسلته لواحد من أخوياي وذكرت له إنها وصلتني على إيميل من شخص مجهول، وذاك اللي بمحتواها ينشر القصة للتحذير والتنبيه من المجرمين. وكل الأحداث اللي حصلت معي وتسمعونها ناقصة، وبس نقلت لكم رؤوس أقلام دون ما أتطرق للتفاصيل المملة عشان ما يرجع لي ذاك القاتل وينتقم مني أول ما يحس إن مألوفة. وانتشرت وسمعوها آلاف وآلاف من الناس.